عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الله يبارك في عمرك. نسأل الله تكون في خير يا رب. بخصوص سؤالك على الطريقة اللي أنت عاوز مثلا تتخلص منها من الطائر اللي هو الوروار، لأن ربما يكون الأمر صعب. بتقول مفيش توقف للوروار وسريع وما تقدرش ممكن تصوب البندقية ناحيته أو ما شابه ذلك. والله بص، عشان أختصر معاك الكلام في الوروار بالأخص، يعني اللي جابه قادر على إنه إن شاء الله يخليه يرحل الله سبحانه وتعالى. اقول لك بقى انك انت تستخدم بقى شبك، صوت صقر، الامور دي كلها صدقا صعب صعب. يعني بكلمك بجد يعني. هو الله يبارك فيك نقدر نقول في فترة هيجلس فيها عندك، سواء انت مثلا من سلطنة عمان او من اليمن، بلدك ايا يكن، وليه فترة وهيهاجر. تمام. عندنا جه في مصر تقريبا حوالي 1/5، 1 مايو، جلس له حوالي 15 يوم. عمل حظر تجوال لجميع النحل داخل جمهورية مصر العربية. تمام. لو في أحد من نحالين مصر ربما بيستمع لينا عنده العلم بالكلام ده. تمام. ناس اشترت شبوك، ناس شغلت صوت صقر، ناس ضربت بعض المفرقعات. صدقا ده كله مفيش. تمام. لأن خلي بالك لما أنت هتستخدم الحاجات دي هيكون الوروار غيابه عن المنحل مؤقت. يعني بمعنى سمع أصوات ضرب نار، هيغيب عن المنحل مثلا نص ساعة، ربع ساعة، وهيرجع مرة أخرى، وهيرجع للأسف بأسراب أكتر. تمام. فأنا بكلمك بصدقا يعني. تمام. فأنت ما تنتظر طبعا لحد ما بيهاجر. عندنا طبعا هاجر ربما يكون زي ما أنا بقول لك بتاريخ 15 مايو أو 15/5. هاجر خلاص، الله ييسر له حاله يا رب. سواء مثلا هاجر عن طريق مصر راح اثيوبيا او تنزانيا، خلاص هو بيكمل الرحله بتاعته. تمام. طبعا زي ما أنا بقول لك كان عامل حظر تجوال للنحل، بالخصوص ان النحل كان في موسم البرسيم. صعب. كان النحل الله يبارك لك بيخرج قبل اذان المغرب تقريبا بنص ساعه. تمام. فقط ممكن يجيب مثلا بعض الميه او ما شابه ذلك. تمام. حتى احنا صورنا يمكن ربما يكون فيديو او اتنين عن الشيء دوت من داخل المنحل، ونصحنا بعض الاخوان طبعا ان هم يحطوا ميه شرب داخل المنحل. وحتى التغذيه السكريه برضو كذلك، قلنا ننصح الناس اللي بتغذي، تمام، ان هم يغذوا قبل الغروب. لانك لما تغذي مثلا الظهر وتفتح خليه والخليه محبوسه بسبب الوروار، هتلاقي كميات من النحله خارجه، نقدر نقول هايجه او في هيجان في النحل. ومصير النحل الهيج ده الوروار مباشره هينزل ياكل، هياكله بجد يعني. فانا بكلمك بصدق. انما بقول لك بقى شغل صوت صقر بندقيه كل ده بص، نقدر نقول كلام كده فقط يعني. تمام. فانتظر فرج الله سبحانه وتعالى. طبعا انا اتكلم على الوروار اللي هو بيجي نقدر نقول في المنطقه بتاعتك مهاجر. انما الوروار لو عندك مستوطن يعني بيجلس على مدار العام، ده وضع اخر. في الحاله دي اقول لك لا، انقل نحلك. تمام. حتى يكون العلم عندك يعني. ولكن انصحك نصيحه، لو انت مثلا متواجد مثلا في المنحل معظم اوقات النهار مثلا، او احد الاولاد يكون مثلا موجود في المنحل، فده شيء كويس. تمام. يعني مش هقول لك هيمنعه، بس على الاقل مثلا بيقلل منه شويه. تمام. ده اللي انا اقدر افيدك بيه الصراحه يعني. الله ييسر لك الحال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخويا عبد الواسع، نسال الله يا رب تكون في خير وفي نعم، اللهم امين، وكل الاخوان في اليمن يا رب. ما شاء الله تبارك الله، والله منشور يعني يحس على التفاؤل وعلى الخير، ونسال الله ذلك يا رب. ما شاء الله بتقول بسبب طبعا نزول الامطار وفي اليمن تبارك الله، والله سبحانه وتعالى بيرزق بغطاء نباتي وطرود وكل يوم في خير. والنحال نقدر نقول بيستعد لموسم السدر. موسم السدر تقريبا بقى عليه حوالي 3 4 شهور، إن ما كنتش انا مخطئ يعني، لانه اتوقع بيجي في شهر سبتمبر او اكتوبر، يعني 9 و10 ميلادي. الله يبارك في عمرك. بس انا عاوز اقول على شيء بسيط جدا يعني. اللي احنا شهدناه السنه دي، بلدان كتير نزل فيها خير، نزل فيها كميه امطار، ومع ذلك والنحل جيش فيها تجيش ممتاز بالمناسبة، ومع ذلك كان موسم العسل سيء. تمام. تغير المناخ او الطقس اللي مش مستقر بجد اثر تأثير كبير جدا على بعض مواسم العسل في بعض البلدان. تمام. في اخوان كتير من ليبيا اشتكوا من الموضوع ده. عندنا في مصر طبعا
كان الله في العون. المعظم او الاغلب اشتكوا كذلك من مواسم العسل ضعيفة جدا، ربما يكون ما شاهدناهاش من سنوات. تمام. اخوان في الجزائر على الرغم ان ما شاء الله نزل عندهم امطار تبارك الله، نسأل الله يا رب يكون امطار خير ونعمة، اشتكوا من الموضوع دوت برضو. الامر كان صعب بالنسبة لهم، مش كنحل وكجيش، لا، اشتكوا كمواسم عسل او انتاجية ضعيفة جدا. الاخوة اتوقع في المملكة العربية السعودية في موسم السمر بعض المناطق اشتكوا برضو، الامر كان صعب بالنسبة لهم جدا. تمام. في بلدان كتير، بس انا بكلمك على على اللي ربما يكون كان على تواصل معايا وقال لي على الشيء ده. فعامة احنا بنسأل الله يا رب نتمنى الخير، يكون في افضل الاحوال بالنسبة للصدر باذن الله. يمكن ربما يكون الله سبحانه وتعالى بيغير الاحوال من يوم ليوم، فما بالك ان احنا بنتكلم مثلا في معدل 4 شهور لسه على الصدر في اليمن. فنسأل الله يا رب التيسير يعني، والواحد بيعمل اللي عليه زي ما احنا بنعمل علينا دلوقتي. كنا بنجيش النحل في الانطلاقة الربيعية ودخلنا مواسم عسل، صحيح الامور كانت صعبة، ولكن الحمد لله افضل من ان انا اجلس والخلايا بتاعتي نقدر نقول ما فيهاش جيش من النحل، ويكون الموسم بتاع الفويد ممتاز وانا اندم في اللحظة دي. فالله ييسر الحال، نسأل الله ذلك اخونا عبد الواسع، واللهم امين يا رب. فالله يجزيك الخير ومشكور اخونا عبد الواسع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا يونس، نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة، اللهم أمين يا رب. بخصوص سؤالك على التين الشوكي، أو زي ما أنت كاتب المسمى بتاعه التين الهندي، تمام. أنا ما عنديش علم صراحة بالتين الهندي، اللي أنا أعرفه مشهور عندنا باسم التين الشوكي. طبعا الله يبارك في عمرك، بتقول هل في رحيق ولا ما فيش رحيق بالنسبة للنحل؟ صدقا أنا ما عنديش علم عشان ما أكونش كاذب معاك، ولكن أنا أعرف وشفت الشيء ده وشاهدته. بالنسبة لي التين الشوكي كمرعى للنحل في حبوب اللقاح ممتاز جدا، والنحل بينشط عليه نشاط كبير جدا. تمام. طبعا بالنسبة لي حبوب اللقاح، انما هل النحل بيجيب رحيق منه وبيخزن والنحال يفرز؟ ما عنديش علم في الشيء ده. ممكن احد من الاخوان يقدر يفيدك في الشيء دوت، ان كان موجود فيه ولا مش موجود، والنسبة بتاعة الرحيق هل هي كبيرة ولا ربما بس بتكفي احتياجات النحل من تغذية اليرقات. تمام. انما كحبوب لقاح نعم، النحل بيجيش عليه، وربما يكون كمان الملكة بتنشط في وضع البيض بكميات كبيرة. تمام. ده اللي انا اعرفه على حد علمي واللي احنا شفناه. لان خلي بالك التين الشوكي دوت ربما يكون مشهور جدا في الاماكن الصحراويه، لانه بيتحمل ما شاء الله كميات العطش يعني. موجود عندنا في مصر كذلك في الاماكن نقدر نقول اللي هي قريبه من سكه حديد القطار او ما شابه ذلك، موجود كذلك في المملكه العربيه السعوديه في اماكن كتير. تمام. وقت ما بيكون بيجي وقت التزهير بتاعه ما شاء الله النحل بينشط عليه في كميات حبوب لقاح. الزهره بتاعته عاوز اقول لك ان بتلاقي النحل جوه الزهره تبارك الله مش نحله ولا اتنين، نحل كتير جدا، لان تبارك الله ربما يكون الزهره بتاعته كبيره جدا يعني، والنحل بيستفيد منه كحبوب لقاح كميه كبيره. انما رحيق والله ما عندي علم. تمام. اخويا مصطفى الله يبارك في عمرك، بالنسبه لي جرعه الفورميك اسيد بتحطها الله يبارك فيك فقط في العسله. تمام. يعني بتحطها فوق اعلى براويز الطابق الثاني، بتحط الجرعه. انت طبعا بتقول ما شاء الله استقريت على الجرعه اللي انت هتنزلها. تمام. تحط الجرعه في اعلى العاسله من فوق، هي مباشره ما شاء الله الفورميك هيتبخر للاسفل. تمام. بالتالي لو فيه فروه في العاسله ان شاء الله يتم تساقطها، كذلك لو فيه فروه في طابق التربيه الفورميك هيوصل لها ويتم تساقطها. تمام. الامر الاخر الله يبارك فيك بالنسبه للجرعه، تمام، انت هتستخدم جرعه واحده فقط لطابق العسيله والتربيه، انما مش هتكافح التربيه والعسيله، لا. تمام. زي ما انا قلت لك الله يبارك فيك في الملف الصوتي الاول، لو انت بتكافح خليه 10 براويز معدل مثلا تقريبا 10 سم 5 سم، هتحط الجرعه ديت للخليه الطابقيه، مش هتقول احط الضعف بقى علشان عدد البراويز ازيد، لا، دي ملهاش علاقه. تمام. الامر الاخر الله يبارك فيك فتحات التهويه، نقدر نقول مثلا اللي في العسله او في طابق التربيه يتم اغلاقها لمده مثلا ساعتين 3. تمام. بس زي ما انا قلت لك اهم شيء وهي الجرعه بتاعه المكافحه تكون جرعه مظبوطه، هي هتقضي الغرض يمكن في معدل الساعتين 3 دول. اي فروه موجوده على الحلقات البطنيه على النحله هيتم تساقطها. تمام. ومن ثم بعد كده لو انت شايف ان النحل عندك بيكون في ارتياح ان يكون فاتح له تهويه، خلاص افتحها بعد عمليه المكافحه. تمام.
الله ييسر لك الحال يا رب. طبعا الله يبارك في عمرك، زي ما انا نبهتك، جرب على خليه واحده، ثم بعد كده لما تلاقي النحل في ارتياح والامور ممتازه عمم مع المنحى الكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخونا نسال الله تكون في خير وفي نعمه، كل الاخوان في الجزائر يا رب، اللهم امين. بخصوص سؤالك الله يبارك في عمرك، بتقول بتنزع الملكة أو بتشيل الملكة، يعني بتترك الخلية يتيمة بدون ملكة عشان تجمع كمية من العسل الممتازة، وبتقول هنا في الجزائر بيعمل كثير من النحالين على الطريقة دي. طبعا ده بناء على كلامك انت اللي انت تكلمت فيه. بص الله يبارك فيك، انا هقول لك على شيء من واقع الشغل او من واقع العمل في الميدان نفسه. تمام. مش حتة انك انت ترفع الملكة او تيتم الخلية. تمام. دي طريقة مجدية في عملية انتاج العسل. في طرق كتير جدا بدون ما ايتم الخلية اقدر استفيد منها. تمام. اولا الله يبارك فيك، علشان تطلع كمية من العسل الممتازة انت محتاج ايه؟ تمام. خلينا نتكلم كده كلام بسيط لاي واحد مثلا مبتدئ مثلا يقدر يسمعه ويستفيد منه. محتاج الله يبارك فيك مرعى من في ازهار بكمية كبيرة يكفي احتياجات النحل. دي رقم واحد. رقم اتنين، محتاج انك انت يكون عندك ظروف مناسبة ان النحل ده يسرح على الازهار او يسرح على المرعى ومن ثم يخش الخلية مرة تانية، يعني المناخ. صح ولا لا؟ تمام. تالت حاجة، محتاج كثافة نحل او كمية نحل يروح يكون عنده القدرة على انه يروح يجيب من الازهار دي كمية رحيق كبيرة ويجي يخزنها. تمام. يعني محتاج خلية قوية. تمام. الحاجات دي لما تتوفر عندك، تمام، يبقى الامور ممتازة. طيب في الداخل بقى، داخل الخلية انا محتاج ايه؟ محتاج ان الملكة ديت ما تتوسعش في وضع البيض، لانها تتوسع في وضع البيض اصبح ان المصروفات بتاعتها كتيرة. المصروفات بمعنى ايه؟ بمعنى الله يبارك في عمرك ان الاستهلاك بتاعها هيكون كتير. استهلاكها هيكون كتير امتى؟ لما يكون عندها حضنة مفتوحة بكميات كبيرة. الله يبارك في عمرك، مثال بسيط جدا، انت لو عندك في المنزل بتاعك 2 اولاد، هل الاستهلاك بتاعهم في الاكل زي ال10 اولاد؟ بكل تأكيد لا. صح ولا لا؟ مصروفك الشهري مثلا لو انت عندك 5 اولاد في الشهر زي ولدين 2؟ برضه لا. صح ولا لا؟ فبالتالي الله يبارك فيك لما يكون عندك خلية تحتوي مثلا على 10 براويز، 10 براويز الخلية دي وقوية وممتازة وفيها 6 براويز حضنة مفتوحة، تختلف انتاجية العسل بتاعتها غير خلية اخرى فيها برواز حضنة مفتوحة او 2 او 3. تمام. فحيدت الملكة، تمام، حيدتها انها تضع كمية بيض قليلة، وبالتالي البيض ده يكون فيما بعد حضنة قليلة، هتستفيد. طبعا بناء على ان الظروف اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده دي كلها متاحة عندي. تقدر تحيدها الله يبارك في عمرك، مثلا حط لها حاجز ملكي. تمام. حط لها مثلا الله يبارك في عمرك سواء حاجز ملكي على خليه مثلا طابق واحد او خليه طابقين، تحط حاجز ملكي ما بين العسله والتربيه، او حاجز ملكي على بروازين 2. تمام. ممكن الله يبارك فيك قبل نقدر نقول مثلا في موسم الفوائد تقريبا، يعني خلاص ناقص مثلا 15 يوم تقريبا والموسم ينتهي، ناقص مثلا 20 يوم والموسم ينتهي، اقدر استفيد برضه في النقطه دي. استفيد ازاي؟ لو انا ما عنديش حواجز ملكيه اكون مجهز ملكات عذاره، تمام، ومن ثم اشيل الملكه الملقحه اللي موجوده عندي في الخليه على برواز او على بروازين. تمام. استفدت منها تقسيمه على ملكه ملقحه، وفي نفس الوقت حطيت ملكه عذراء في الخليه. الملكه العذراء دي تقريبا هيكون قدامها 10 ايام على ما تتلقح. في ال10 ايام ديت على ما تتلقح وتبتدي تقول انا هضع البيض، هيكون النحل تبارك الله وضع لي كميه من العسل في البراويز لدرجه ان هو هيضيق على الملكه. تمام. ومن ثم انا كرجل نحال هستفيد بكميه عسل. دي طريقه من ضمن الطرق اللي انا اقدر اشتغل بيها. صح ولا لا؟ طيب واحد بيستمع لنا دلوقتي قال لك يا اخي الملكه العذراء هخش احطها في الخليه وممكن ما تتلقحش وممكن النحل يقتلها. ما عنديش مشكله، خليها تموت. خليها تموت، ما انا عندي الملكه الام اللي انا شلتها من الخليه على بروازين اقدر ارجعها بعد انتهاء الموسم. تمام. صح ولا انا بتكلم خطأ؟ فالله يبارك في عمرك في طرق كتير ان انا احيب بيها. حته ان انا اترك الخليه يتيمه طول فتره الموسم عشان اجني كميه من العسل، ربما يكون انا ضد المبدأ ده. ربما خلي بالك فيه بعض النحل ربما يقل السروح بتاعه. تمام.
بسبب عدم وجود ملكة. تمام. تاني شيء، فيه نحل للأسف الشديد يعني سريع التكذيب، لما يكون الخلية نقدر نقول بدون ملكة 10 أيام أو حتى 15 يوم، سريع ما يكذب. فبالتالي أنا مش عاوز أحط نفسي كنحال في معضلة صعبة. تمام. فاهم أتكلم في إيه؟ مش معنى كده إن الطريقة اللي أنت بتتكلم فيها دي إن أنا أترك الخلية يتيمة طريقة فاشلة. أنا ما قلتش فاشلة، تمام، ولكن أنا بقول مش مستحبة. بقول إن سلبياتها كتيرة. تمام. السلبيات بتاعتها كتيرة. تاني شيء خلي بالك، ان انا اترك الخليه مثلا ربما يكون مثلا في معدل ما يقارب مثلا من 15 20 يوم بدون ملكه، او ملكه تخرج مثلا عذراء بعد حدود مثلا 15 يوم. تمام. وممكن يتم فقدانها. انا عملت هنا، خلي بالك، انا عملت هنا تفاوت في الاجيال النحليه ما بين الجيل اللي هو داخل الخليه اخر جيل طلع، تمام، والملكه بعد كده لما تيجي تضع البيض بعد انتهاء الموسم هيكون في تفاوت في الاعمار ما بين ده وده. تمام. الاجيال النحليه التفاوت ده هيأثر على الخليه، هيأثر على الخليه، بمعنى ان الخليه فرضا لو كانت في موسم الفيض تحتوي على 15 برواز، ممكن بعد كده على ما الملكه تخرج وتتلقح توصل الخليه عندي 7 و8 براويز، هتكون نزلت عندي النص. تمام. وهيكون موجود عندي في الخليه نحل كبير في السن بكميه كبيره جدا. تمام. ارجو تحط النقطه دي في عين الاعتبار. السلبيات بتاع الموضوع ده اكتر من المميزات. مشكور اخونا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أكبر، الله يجزيك الخير، الله يبارك في عمرك، والله صدقت يا أخي. هو الله يبارك في عمرك، المعادلة عند أخونا بتاع سوريا دوت إن هو زي ما حضرتك تفضلت يحاول يحيد من الملكة. تمام. أو يقلل من وضعها للبيض، ولكن ربما يكون والله الوقت متأخر برضه، لأن خلي بالك هو بيتكلم كام برواز حضن عنده؟ ما شاء الله تبارك الله، بيتكلم ان عنده في معدل 8 براويز بيض وحضنة مفتوحة وما شابه ذلك. تمام. يعني الامر ربما يكون برضو صعب، يعني معظم حوالي يمكن كام، حوالي 80 90% من البراويز اللي في الخلية كلها حضنة، يعني الاستهلاك كله جاي عليه. الرحيق اللي النحل حتى بيجمعه حتى لو ضعيف الريح للخلية. تمام. للاسف يعني المفروض ان النحال الله يبارك في عمرك يقوم بالشيء دوت ربما حتى في بداية الموسم. تمام. يقلل من الملكة الوضع البيض او ما شابه ذلك، بالخصوص لو هو في موسم اصلا عارف ان بيحتوي على كميات حبوب لقاح كبيرة. الامر صعب يعني. والله انا رأيي الشخصي يعني لو شايف ان الموسم عنده هيكون فاشل، موسم العسل، ياخد زي الاخ ابراهيم اتوقع رد عليه قال له قسم، ما كنتش هتكسب عسل اكسب تقسيمات. فانا اتمنى لو هو شايف ان موسم العسل عنده هيكون تعبان يكسب له شوية تقسيمات، ده افضل له. تمام. سواء البراويز مثلا اللي في العسلة يستفيد منها انه يحطها مثلا مع التقسيمات. تمام. او البراويز مثلا في طبق التربيه ويقسم له شويه تقسيمات على ملكات عذاره، والله سبحانه وتعالى يرزقه ويسهل له الحياه، والملكات تتلقح ومن ثم تضع البيض افضل له. لان على الوضع اللي هو شغال بيه ده هو دخل زي ما بيقولوا كده الحبل في النابل، في الموضوع بقى صعب صدقا يعني. تغذيه مع سكريه مع موسم عسل، فالامر يخش في شبهه يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخونا نسال الله يا رب تكون في خير وفي نعمه. تحياتنا ليك وللاخوان في اليمن. الله يبارك في عمرك. ارسلت صورة وبتقول ما شاء الله تبارك الله بخصوص المرأة عندك ممتاز من حبوب اللقاح. النحل بيبني زوائد شمعية وبيبني الاساسات الشمعية بناء ممتاز. بتقول في شراسة في النحل. هل ديت الشراسة دي علشان قلة التغذية السكرية؟ اول شيء الله يبارك في عمرك، الزوائد اللي نازلة عندك بكميات كبيرة دي خسائر عليك انت، دي خسائر عليك. الطرد دوت عبارة عن 3 برواز ان ما كنتش انا مخطئ. لو انت نزلت اساس او 2 والنحل قام ببنائهم كان ممكن ما شاء الله الطرد دوت يوصل معاك 5 براويز. دي اول حاجه. موضوع الشراسه هل هي من التغذيه السكريه لان التغذيه قليله ولا لا؟ دي خليه لانجستروس اطارات. شيل البراويز وافحص، شوف هل موجود مخزون ولا مش موجود. تمام. دي رقم 1. رقم 2 ربما يكون عندك النحل فيه مشكله زي مثلا الفروه. تمام. احتمال، انا بديك احتمالات. احتمال اخر يكون عندك مثلا حاجة حابسة النحل ما بتخليش النحل يسرح، عامل شراسة. احتمال يكون الخلايا ما شاء الله بسبب قوة حبوب اللقاح اللي جاية من المرعى والخلايا محضنة اصبح في شراسة. دي كلها احتمالات، دي كلها احتمالات. احتمال يكون اصلا الملكة الموجودة
فيها مثلا صفات او سلوك شرسة. كل دي احتمالات. تمام. ولا انا ولا غيري هيقدر يرد عليك باجابة مقنعة الا لما انت تساعدنا. صح ولا لا؟ مشكور يا اخوي.